السلام عليكم متابعاتي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير وبصحة وبعافية، وانتو تشاهدون الفيديو لهذا اليوم، ورجعنا وياكم بفيديو جديد وروتين جديد. ورجعت وياكم بعد انقطاع، وعندي ظروف طبعا، وانقطعت بهاي الظروف، فأتمنى تعذروني. هنا بنات اليوم راح احكي اللي بقلبي كله، طبعا تقطع قلبي والله العظيم ونمرد قلبي على هذا الطفل، هذا الملاك البريء. يعني صدق انعدمت الإنسانية، يعني وين الإنسانية؟ وين حقوق الإنسان؟ وين الرحمة؟ يعني هاي من كتلة هذا الطفل. يعني ما قالت اكو رب العالمين وراها حساب، وراها عقاب. لا اله الا الله. اتمنى من كل شريف يطالب بحق هذا الطفل. الأب هماتين متهم وياها. يعني الأب وينه حتى لو منتسب، حتى لو عنده دوام، يعني ما فد يوم من الأيام شاف ابنه مضروب، شاف ابنه تعبان، ابنه شكاله؟ معقولة؟ شلون انطاها قلبها تقتل هذا الملاك البريء؟ والله ما أعرف يا بنات. طبعا انعدمت الإنسانية وكلش يعني تعبت نفسيتي من شفت، نفسيتي تدمرت من شفت هيجي. ما أسميها بشر ولا أسميها إنسانة، ما أعرف شو أسميها، يعجز لساني عن وصفها. هنا أنا طبعا بنات، خلينا من هذا الطفل والله يرحمه، وإن شاء الله مأواه الجنة يا رب، وهو طير من طيور الجنة. وما أقول غير بس الله يصبر قلب أمه. يعني والدته خطية، وهي هاي نتيجة الانفصال. يعني هو ضحية الانفصال يصير الأطفال هم يكونون ضحية الانفصال، هي هاي وخطية هسه راح بها هذا الطفل الملاك البريء. هنا أنا بنات راح أخذكم بجولة ببغداد مدينتي الحبيبة، وهنا بأحد مطاعم بغداد. طبعا كلش حلوة الجولة كانت، وتمنيتكم وياي. هنا بمطاعم باب الآغا، طبعا بدون إعلان ولا فشي ولا دعاية، بس صراحة المطعم كلش حلو وبأشكال الحلويات، بس شنو أسعارهم نار. يعني الأسعار كلش غالية، بس يعني الحلويات كلش طيبة. وهم دخلنا المطعم بس ما صورت بس الحلويات هنا، لأن تعرفون الناس قاعدة وهذي، فما قدرت. هو هنا وهماتي الناس ازدحام وكذا، فما قدرت أصور كل التصوير يعني اللي أريده، بس صورت المحلات وهذي. كنت خلي أخذكم جولة بيها بالمطاعم مال باب الآغا. وهنا اكتبوا لي بالتعليقات إذا عجبتكم الجولة بهاي المحلات والمطاعم. كانت يعني كلش حلوة وممتعة. إذا استمتعتوا بهيجي أجواء اكتبوا لي بالتعليقات. طبعا إحنا كلش تونسنا، ورغم إنه أسعارها كلش غالية قلتلكم، فزوجي ما خلى شي بنفسنا خطية، ما خلى شي ما جابه. يعني أنواع الحلويات جابها، حتى المعجنات وحتى خبز الشعير هماتين اشترالنا إياه، وكان هماتين طعمه كلش طيب ولذيذ. بس هو أنا قلت لكم هماتين غالي. يعني كانت القرصة مالت أو الرغيف مال خبز الشعير ب1000 دينار تقريبا، 1000 دينار أو 750، يعني هيك سعرهم. يعني كلش أسعارهم غالية نار. شوفوا هنا 30,000 هاي الحلويات، يعني الكيلو 30,000. هنا هاي جوجو واقفة، طبعا ما صورتها لأن كان ازدحام يعني، وهذه مصدق وناس هواية، فما حبيت يعني أصورها وهذه، لأن تطلع صور الأشخاص مثل ما تشوفون. يعني كل شوية أني أقطع بالصور على مود ما تطلع صور الناس اللي يتصورون بالفيديو. هنا أنا حبيباتي مثل ما قلت لكم الأسعار كلش غالية، بس خطية زوجي ما خلى شي بنفسنا، وهاي جاب كراتين الحمد لله والشكر. احنا كنا وياه يعني، وبعد اختارينا كل من اختار اللي يعجبه، فما خلى بنفسنا. حتى هذا خبز الشعير شوفوا مثل ما تشوفونه، خبز الشعير هماتين جاب لنا اياه، بس كان طعمه صدق كلش طيب. يعني طعمه يختلف عن خبز الشعير هذا اللي نشتريه.
وهنا معجنات جابوا هذه وحلويات وخير من الله، الحمد لله والشكر. ربي يديم النعم على كل إنسان، يعني ربي يطعم كل جوعان وكل محروم وكل محتاج، وربي يرزقكم بالصحة والعافية وراحة البال. وكل من محتاجة بيت ربي يرزقها ببيت الراحة، واللي ما متزوجة ربي يرزقها بالزوج الصالح، واللي ما عندها ذرية يرزقها بالذرية الصالحة يا رب. طبعا زرنا الإمام موسى بن جعفر وندعيت لكم هناك. و... وهنا بعد ما رجعت، يعني بعد يوم بعد ما رجعنا من بغداد، قررت أسوي كبة موصلية بتمن الحصة أو رز الحصة، يعني مالت الحصة الرز أو التمن. سويت بيه كبة موصلية تجنن. وطبعا سويت نوعين، كبة موصلية وكبتنا العادية لفيتها. وهنا مثل ما تشوفون حمست اللحم، تعرفون طبعا طريقة حمس اللحم والبصل، هاي تعرفوها، يعني كل بنية تعرفها، وأني منزلة طريقة بالقناة. وطبعا هاي هنا التصوير ما أعرف وين رايح، هو خليت تمن سلكته وخليت وياه بوتيته بنات، بس طلع يجنن صدق. كبة موصلية، يعني كبة أقراص كبار سويتها. هنا أنا مثل ما تشوفون هاي كبكبتها على شكل أصابع وعلى شكل حلقات، يعني قسم حلقات وقسم أصابع، لأن على الأغلبية يحبون هاي الأصابع، يحبوها جهالي. دائما يقولون ماما طيبة هاي نفس مالت المحلات، من مرات من يشترون لفات كوكتيل تجي هاي الكبة وياها، فهم كلش يحبوها. لهذا أني أي شي يحبوه الأولاد، تعرفون بعد الأم أي شي يحبوه الأولاد هي لازم تسويه. هنا أنا مثل ما تشوفون ناترست الحافظة وخليت بيناتهم كيس نايلون أو علاقة على مود ما يلتصقن واحدة بالثانية من يجي مدن. طبعا سويت كمية كلش كبيرة بنات، وكتبوا لي بالتعليقات إذا وحدة جربتها وطلعت طيبة مثل ما أني سويتها. وقلت لكم على الطريقة هو بس تمن مالت الوجبة وبتيته. وها هي بهارات مالت الكبة، واللي حابة يعني تعرف طريقتي تنزل على الفيديوهات السابقة مالت الكبة بتلقي الطريقة موجودة. هنا أنا سويت هاي الكبة الكبار، يعني هي الكبة الموصلية. شوفوا ايش سويتها بهاي الطريقة، جبت كيس نايلون وفتحتها بالشيبك هيجي على شو اسمه الماعون أو الصحن هذا الفرفوري، أو بالشيبك هيجي فتحتها على مود تصير خفيفة وتصير كلش حلوة وطيبة. طبعا احنا ما يحبوها هيج عجينتها ثخينة، لا يحبوها مليانة لحم وتكون خفيفة مثل القشر، يعني بحيث مرات حتى أخليها. هنا أنا بنات شوفوا الكبة شلون صارت. طبعا هنا يحبوها مليانة لحم بحيث كلش خفيفة ومبين اللحم من وراء الرز أو الكمة، يعني من وراء مبين. شوفوا اللي بداخل هاللحم يحبوها كلش، يعني اللحم مالتها مالتين يحبوها، ما يحبوها باللحم المثروم، لا يحبوها باللحم يعني مثروم بالإيد مو بالماكينة مال الثرم. وشوفوا هنا شوفوا ما شاء الله حجمها كلش كبير، كبة موصلية تجنن، بس شنو بتمن الحصة صارت كلش حلوة وتخبل. وأتمنى اللي وصلت لهنا تسوي لايك وتشترك بالقناة وتكون جزء من عائلتي، حتى عائلتي تكبر بيكم يا أحلى عائلة. طبعا أكيد قناتي تكبر بيكم وبوجودكم حبيباتي. أتمنى تنوروني وتزورون قناتي. مثل ما قلت لكم الكبة هنا أنا صارت كبة خرافية، يعني كلش حلوة. أو مثل ما قلت لكم يعني سويت قسم كبار وقسم صغار، وسويتها على أشكال، يعني أشكال مو بشكل واحد سويتها. هنا أنا مثل ما تشوفون دا أقليها وما شاء الله تخبل. وطبعا كل ما أقلي أصلا ما خلوني أصغر، كل اللي أطلعها ياكلوها يعني كلش حبوها. وهاي قسم الكبار، طبعا القسم مالت الكبار هذني كبة الموصل كلش حبوها لأن صارت كلش خفيفة، يعني رقيقة جدا، واللحم مالتها صار هواي مثل ما تشوفوها هنا على كبر الطاوة ما شاء الله، يعني كلش كبيرة
حجمها كبير، حلوة تخبل، واللون والقرمشة ما أحكي لكم عنه. المنظر يحكي ويتكلم، والعين تاكل. طبعا صارت عندنا كبة تجنن، ومثل ما قلت لكم أشكال وألوان. وكتبوا لي بالتعليقات إذا تحبون الكبة، ومنو بيكم تحب الكبة ومنو ما تحبها. طبعا أكو يحبوها قلي، أكو قسم يسووها سوب أو مرقة مال كبة، تشرب كبة. وأكو لا هيك يحبونها قلي. شوفوا القرمشة، شوفوا اللون. طبعا كلش حلو لونها وشكلها، وصارت كلش مقرمشة، يعني كلش حلوة، كلش حلوة وطيبة وما أحكي لكم عنها. اللي حابة تسوي هاي الطريقة تدخل على قناتي وتسويها، وأنا حكيت لكم مقاديرها. كانت كلش حلوة وطيبة ولذيذة. بنات طبعا هواي حكيت لكم عن بناء، عندي بناء يعني بالبيت وهذي، فالبنات هواي حبوا إنه يشوفون هذا البناء، يقولوا لي وين وصلتوا، دائما يسألوني وين وصلتوا بالبناء. هنا أنا بعد ما كملت قلي الكبة وتغدينا وسهمنا وسهمكم مليون عافية، مو بس ألف عافية. هنا أنا بداخل الصالة، شوفوا هذا مقطع الفيديو على الدرج وبداخل الصالة، وهاي مفتوحة وتمطر علينا اسمنت ورمل. شو أقول لكم، الدنيا يومية عندي تمطر اسمنت ورمل. الحمد لله والشكر، كون الله يخلصها على خير. لأن صراحة البناء شلاع قلب حيل. هنا أنا هاي من برا هماتين خلوا القالب، وهذا الخشب مثل ما تشوفونه، يعني بعدني ما مكملة. والحمد لله والشكر، إن شاء الله تخلص على خير وعافية، لأنه صراحة تعبنا. هنا أنا طبعا أنا سويتها حسب طلب أحد الأخوات، ودائما يسألوني وين وصلتي، كملتي بعدك. فدائما البنات يسألني وأقول لهم لا والله بعدني، وبعد التعب، وبعد شوفوا هنا هذا يعني ها كل الشغل يوقع بالقاع، فهذا كله يريد تنظيف، يكون كل يوم بيومه. فمثل ما قلت لكم يعني كلش تعب كلش. هنا أنا حبيت أصور لكم هنا شوية يعني من هاي الزرعايات، قلت خلي أصورهم ويا البنات، راويهم وياهم مالتين حلوات، حبيت أرشرشهم وأسقيهم، وهم أغسلهم من التراب مالت الجو والرمل هذا ومال الشغل والإسمنت وما أدري شنو كله يوقع عليهن. فحبيت أغسلهن هيك شوية، وهم صورتهن طبعا كلش حلوات. حبيت أشوفكم إياهن اللي أنتم متعودين دائما تشوفوهن. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك، ومع ألف سلامة.